وصفتنا النهاردة هنعمل كيك البرتقال. تعالوا نشوفه مع بعض، مفيش اسهل من كده. انا عملت لكم قبل كده كيكة جوز الهند، هوريكم المقادير وهبسطها لكم جدا. انا بعمل اي كيك بعمله بكوباية دقيق بس. تعالوا نشوف المقادير بتاعنا، السايلة لوحدها والجافة لوحدها. علشان اسهل عليكم الكيك، يلا نشوف المقادير السائلة. عندي كام؟ 5 مكونات هيبقوا معاكي في اي وصفة كيك، سواء بتعملي كيكة جوزة الهند او كيكة البرتقال او كيكة الزبادي او اي كيكة. اللي هيتبدل بس هي جوزة الهند، البرتقال، الزبادي، دي اللي هتتبدل، دي اللي هتبقى مكان كل واحدة منهم. طيب الحاجات السائلة بتاعتي اللي دايما هبقى ماشية بيها، عندي ربع كوباية زيت، انا حاطه عليها معلقة زبدة. ممكن انتي تشيلي الزبدة وتخليها ربع كوباية زيت، ما ينفعش تحطي سمنة ولا ينفع تحطي زبدة بس. ليه؟ علشان الكيكة بتاعتك اسفنجية، من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان الكيكه تبقى هشه. بعد كده عندي هنا كوبايه، هقول نص كوبايه مش كوبايه الا ربع، نص كوبايه عصير برتقال فريش. عندي هنا نص كوبايه لبن، الكوبايه دي صغيره عشان كده انا قلت لكم نص كوبايه لانها كوبايه صغيره جدا. وعندي معلقه، هي مش باينه في الطبق، عندي معلقه خل. معلقه الخل دي بتعمل ايه؟ دي اللي بتخلي الكيك من بره بيبقى مدي لمعه كده غريبه. هو دوت، وممكن تستغني عنها بس هي بتدي اللمعه دي، بيبقى شكل الكيك بتاعنا حلو. وعندي 3 بيضات، انا ده بيض بلدي فصغير، ممكن تحطي 4 بس انا بعملها ب3 وبتبقى حلوه جدا لان انا هعمل كوبايه دقيق بس. دي كده المكونات بتاعتك اللي هي دايما هتبقي ماشيه بيها في اي كيك علشان الكيك بتاعك يطلع مظبوط جدا. المكونات بقى الجافه بتاعتنا في الوصفه دي هم 6 حاجات. ايه هم؟ انا حاطه لكم العلبه الكبيره دي علشان اللي عنده بيكنج باودر كبير كده، هقول لكم هتاخدوا منه قد ايه، ده اللي هيبقى على المقادير اللي انا قلتها لكم. انا هنا اخدت من البيكنج باودر الكبير، العلبه الكبيره دي اخدت منها معلقه اكل كبيره اللي هي دي. لو انتي طبعا مش جايبه العبوه الكبيره دي هتحطي كيس كيك شيف او كيك، او هتحطي كيس بيكنج باودر. اول حاجه هتبقى كوبايه دقيق، عندي ربع كوبايه سكر، عندي هنا 3 ثمرات برتقان انا واخده البشر بتاعهم البيك، وهنا معلقه بيكنج باودر كبيره، وعندي رشه ملح، وعندي كيس فانيليا. انا كده قلت لكم المقادير بتاعه اي كيك هتعملوه معايا في اي وصفه. انا رايحه كده رحله كده بسيطه، فقلت اعمل صينيه كيك واخدها معايا الرحله. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ازاي الخطوات دي، خليكم معايا. بعد كده الخطوة دي بنجيب طبق غويط علشان هنبدأ نخلط اول حاجة المكونات السائلة. افكركم تاني، انا لما عملت لكم قبل كده الكيك قلت لكم الكيك بيهبط او بيبوظ مننا مع اننا بنبقى عاملين كل الخطوات صح، علشان مش بنبقى مطلعين الحاجات من التلاجة قبلها بساعة. انا طبعا طلعت البيض والزبدة والبرتقال، كل حاجة حطاها في التلاجة طلعت، حتى اللبن، حتى كيس الفانيليا والحاجات دي لما بحطها في التلاجة كل ده طلع قبل ما بعمل الوصفة بساعة. تاني حاجة ناخد بالنا منها، انا شغلت الفرن بتاعي عشان عايزة درجة حرارة عالية، تشغليه قبل ما تبدأي خالص في وصفتك. اول حاجة هننزل بيها هي البيض، الفانيليا، نقلب. تاني حاجة اللبن، ونسيت اقول لكم ان انتي ممكن تشيلي اللبن خالص وتكملي نص كوبايه البرتقال بتاعتنا، تكمليها للاخر وتبقى معاكي كوبايه برتقال بدل ما تحطي نص برتقال ونص لبن. دي برضو حاجه حسب اللي موجود عندك. بنقلب. بعد كده الزيت مع معلقه الزبده. ملحوظه برضو لما تيجي تحطي الزبده بتاعتك لازم تكوني برضو مطلعاها من التلاجة، ولو هتحاولي ان انتي ملحقتيش ان هي تسيح منك وحطيتيها على البوتاجاز علشان تسيح، لازم برضو تستني لما تبرد تماما، لان ما ينفعش في الوصفه دي ولا نحط حاجه طالعه من التلاجة ولا نحط حاجه منزلينها من على النار. نحط الزيت بتاعنا بالزبده، نقلب. هننزل بعصير البرتقال، بسم الله، ونقلب. بعدين ننزل بمعلقه الخل ونقلب. اول حاجه من المكونات الجافه بنزل بيها هي السكر عشان ندوبه شويه في الخليط ده، ونقلب. وبعدين نقلب. بعد كده الدقيق زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت لازم ننخله. حركه النخل دي بتاع الدقيق بتعمل ايه في الدقيق؟ بتخلي الكيكه بتاعتنا هشه. ننزل بذره الملح
والبيكنج باودر هنحطها كده على الدقيق ونقلب كده بس تقليبة واحدة، وبعدين ننزل بالدقيق شوية شوية مش كله مع بعض علشان ما يكتلش مننا. نقلب كده بسم الله ونكمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. شايفين المقادير بتاعتنا مظبوطة ازاي؟ شايفين القوام الكيكة عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط. لو مشيتوا بنفس الخطوات ونفس المقادير هتطلع معاكم كيكة ولا اروع من كده. الكيك ما بتقلبش كتير. الصينية بتاعتنا جبناها، حطينا الارضية، حطينا فيها معلقة زيت وحطينا عليها دقيق، وبدأنا ان احنا نهزه في قلب الصينية علشان تتبطن بالدقيق علشان الكيك بتاعنا ما يلزقش. ننزل بالخليط بتاعنا بسم الله. صينية الكيك بتاعتنا جاهزة، انا بس ايه خبطتها كده خبطتين علشان لو فيها اي هوا يطلع وتبقى الكيكة بتاعتنا مش مكتومة. عايزة اقول لكم برضو ملحوظة ان الصينية اللي انا بعمل فيها او القالب ده هو قالب صغير مش قالب كبير، علشان برضو ناخد بالنا ان ما نعملهاش في صواني ولا وسط ولا صواني كبيرة لانها مش هتبقى مظبوطة معاكي. هو اللي انا عاملاه ده بتطلع كيكة حلوة جدا وبتكفي 6 افراد. يلا بينا بقى ندخلها الفرن. كده تكون خلصت صينية الكيك بتاعتنا. اعرف ازاي ان هي استوت؟ اول حاجة انا اول 5 دقايق سبت الفرن بتاعي عالي، وبعد 5 دقايق وطيت وسبتها تلت ساعة، ممنوع نفتح عليها. بعد تلت ساعة فتحت وسبتها شوية كمان 10 دقايق، يعني قعدت معايا نص ساعة بالظبط. اي كيك بيفضل نص ساعة. عندي بقى بختبرها ازاي لو حد انتي موسوسة شوية، فبنيجي هنا كده نجيب عيدان كده خشب ونعمل كده. بصوا كده، لو طلعت نضيفة كده مفيش فيها اي طلعش فيها عجين يبقى انا كده تمام والكيك بتاعي استوى وكده خلاص جاهز ان انا اقطعه. انا طبعا زي ما قلت لكم في رحله عاملاها للاولاد، فهعمل كيك وهعمل حاجات تانية نعملها سندوتشات، فبرضو استفيدوا من الافكار اللي انا هعملها. هصورها لكم كلها على قد ما اقدر علشان الوقت بس مش في صالحي. انا هقطعها يعني هطلعها من القالب بتاعي وهوريكم شكلها عامل ازاي. خليكم معايا. وبكده تكون خلصت صينيه الكيك بتاعتنا. بصوا الكيك عامله ازاي، بصوا الجمال والريحة اساسا تجنن. بصوا انا مش قادرة بصراحة استنى اني اكلها في الخروجة. فانا هعمل ايه، انا عملت جنبها كوباية شاي كده سريعا، الواحد ايه يدوق قطمة كده من جمالها. بصوا عاملة ازاي، شايفين قشر البرتقال؟ ريحتها يا جماعة تجنن. فظيعة جميلة. متنسوش تجربوها وتاخدوها معاكم في الرحلات، هتفرق جدا. باي باي.